السلام عليكم يا احلى واروع متابعين. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ويوم جديد. بتمنى من الجميع انه يدعمنا في اللايك، واللي ما اشترك في القناه يشترك تحت في القناه ويفعل زر الجرس ليوصله كل جديد. بداية كلامنا يا شباب، صلوا على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اذكروا الله لا اله الا الله. طبعا اليوم اجيتكم من عند غرفة الزق، راح نورجيكم ايش سويت وايش نزلنا طواير عليها، وشو طلع عنا الفراخ الاخيرة، وفي جوز ركبناه جديد على بعض. راح نشوف ان شاء الله شو انتاجه. والغرفة زي ما انتم شايفينها فاضية، بس في كم شغلة جديدة عملناها في الغرفة راح نورجيكم عليها بإذن واحد أحد. طبعا راح نبلش في الجواز، بعدين راح نورجيكم جوز اللي ركبناهم على بعض. ولا تنسوا تكتبوا لي في التعليقات هل هم بيلبقوا على بعض او لا. خليكم معاي، تابعوا الفيديو للاخر يا شباب. طبعا زي ما انتم شايفين الغرفة الطواير عم ترمي ريش، تفرجوا ريش ريش، مع انه بنظفها باستمرار كل 3 ايام، بس يعني هذا اللي قادر عليه حاليا كوني لحالي عم بشتغل. يعني الغرفة وسخة شوي، بس مش مشكلة كونه ما في فراخ كتير على الارض. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبلش ونورجيكم الفراخ والجواز اللي انتجوا لنا الفراخ. طبعا هون في عنا كشامرة حمرات اللي هم احنا مش موفقين فيهم نهائيا نهائيا. هاي فرخ وهي الثاني. طبعا فراخ لساتهم لحم، بس ان شاء الله يكملوا عنا كونهم راح يطلعوا من فراخ تقريبا الشتاء، او يعني ما بين الشتاء وبين الصيف. هذول الفراخ احتمال كبير احتمال كبير كثير يعيشوا، واحتمال كبير ما يعيشوا. في عنا كمان اللي هم هذول الفرخين على الاهالي، هذول هاي ما عندهم مي، بس نحط لهم مي جديدة. عنا فرخين كشامرة لورنسات طالعين. هذول هاي الابو، هذا الابو الاصلي والام الاصلية. طلعوا الفراخ ايش برموا مدقدقات براسهم، بس مش مشكلة. هذاك الفرخ هذا الفرخ تعبان، وهذا الفرخ صحته كويسة. راح نشوفهم بالاخر شو راح يطلع لنا. احتمال كبير انه نبيع كل فوج الفراخ الطالع، واحتمال كبير انه نخليهم. تقدروا تكتبوا لي في التعليقات هل نخلص من الفراخ اللي راح تطلع جديدة، او نخليها ونكرشها نتسلى عليها في الشتوية، نغامر فيها يعني. خلينا نورجيكم الجوز اللي بعده. طبعا المشربية فاضية تاعتهم. هنا الرزي حاطينه لحاله، وهنا جوز التهجين اللي هو هجناهم على بعض، اللي هو البوزاي على الكينج. راح نشوف ان شاء الله قربوا يفقسوا، ان شاء الله بفقسوا وبنشوف شو الناتج تبعهم. باذن واحد احد راح يرمونا اشي كويس. طبعا هون من عند جاري عند الباكستانيات، انا كنت راح اطلع الباكستاني اخلصه، بس هنا في عنا بيضتين. هذول البيضتين ان شاء الله بعقدوا باذن واحد احد بعقدوا. طبعا هذول بيضتين بوز اسود على بوزاي بيضة نخب الجوز. انا بعرف اهليهم، سحبنا البيض من تحتيهم عشان الزلمة بده يبيع الجوز، فلهيك حضنته عندي. ايش في عنا كمان؟ عنا جوز البولنديات البيض الشاميات، تحتيهم بيض. ما عندي علم هل هو البيض راح يفقس. هي فاقسين الفرخين ما شاء الله، تفرجوا صلاة النبي، اللهم صل عليك يا نبي. الفرخين فاقسين ان شاء الله. هالمرة هاي يقدروا يزقوهم ما يموتوا الفراخ. المرة الماضية طلع فرخ ومات، وفي فرخ تاني لإلهم هسه بورجيكم اياه محضنه. عندنا فراخ كمان، اللهم صل عليك يا نبي، صلوا على النبي يا شباب. عندنا فراخ الشكالي. طبعا الفراخ ليش انا ما بحب ازق في الوقت هذا؟ الفراخ بتحسهم دايما مسيفات، دايما مستضعفات، مع انهم بوكلوا وبيشربوا، بس سبحان الله الاهالي بجوز بوصلوا لمرحلة في الفصل هذا انهم بتعبوا من الزق، ما بيقدر يضخ. ليش؟ عشانه الطيرة والفحل
بيرموا ريش، ولما الفحل والطيرة بيرموا ريش بصير بقدرش يغذي حاله ويغذي فرخه، لهيك بيطلعوا الفراخ ملاحيق، بيطلعوا الفراخ ملاحيق او مستضعفات. هذا الجوز خلصنا منه. في عنا جوز اللي هم اللي بسود الاحمر على المصرية الصفراء. طبعا في عنا فرخين مصاروة، واحد احمر وواحد اصفر، ما شاء الله عليهم مناح، صحتهم منيحة احسن من الكل تقريبا. يعني كوننا ما توفقناش ولا بمصري احمر ولا بمصري اصفر يعني الفترة الماضية، ان شاء الله هدول الفرخين بصمدوا وبيكملوا عنا باذن واحد احد. طبعا في عنا كمان اللي هم الجوز هذول. الجوز هذول في عندهم قصة تحتيهم. هذا الفرخ اللي هو اهاليه هذول، هذول اهاليه فرخ، هذول اهاليه. طبعا الفراخ اللي هم اهالي القرع بيرموا احلى من هذول الفراخ. يعني انا كوني انا شايفهم سبحان الله، طلعوا المي هي خلصت، راح نشيلها. وحاط تحتيهم بيضة يهودية، يعني طير يهودي، بيضة يهودي أصفر، وبيضتهم الثانية. قلت اللي بتعقد فيهم بنخليها، بس إن شاء الله بيعقدوا التنتين وبيقدروا يزقوا الفرخين، مع إنه الفرخ اليهودي عليهم خشن، بس راح نجرب نحط اليهودي الأصفر عندهم. أجتني بيضة وقالوا لي حضنها الفراخ تبعت الجوز كانت كثير كويسة. الزومبي زي ما انتم شايفين هيو قاعد لحاله. وعندنا كشامرة المنافيخ هيهم عندهم فرخين ما شاء الله عليهم كويسات، يعني صحتهم عادية، لسه مش مبين خيرهم من شرهم. راح نشوف شو راح يرمولنا بإذن واحد أحد، راح يرمولنا اشي كويس زي الانتاج اللي فوق. هذا تهجين من التهجين اللي انا بحب، يعني حبيته عندي. جوز رائع جدا ونظيف وانتاجه جدا نظيف. عندنا هنا النغلاي على البلجيكي، هيهم عندهم بيضتين، هي الفرخ راح يفقس، هي البيضة عم بتقشر راح نخليهم. في عندنا كمان الريحاني على البندقاي، كان في تحتيهم فرخ هيو كشميري. هذا فرخ ابن البندقاي السودا على البلجيكي. رمونا فرخ اسود وباضت الطيرة. قلنا والله بجوز تعقد، كونها كم مرة ما عقد البيض بجوز تعقد هالمرة، وناخذ كمان مخلف صندلي من عندهم اللي هم البذرة التهجين تاعتنا. شو ضل في عنا جواز في القنون، ضل عنا اللهم صل عليك يا نبي اللي هو جوز التهجين او التركيبة الجديدة اللي هي بتنجانية المخلفة، هاي اللي كرشتها وكسرت جنحها صارت عبواقي الريشتين. الفحل بتعرفوه الريحاني الازرق. راح نشوف هذولا. بتمنى من الجميع انه يكتب لي في التعليقات ايش الناتج اللي اذا في حد جرب منكم ايش الناتج تبعهم راح يرمي. هل راح يرمي بتنجانيات زرق او راح يرمي رياحنة زي الفحل؟ شو بتحكوا لي انتو؟ هل راح يرموا رياحنة او بتنجانيات، او راح يشكلوا الاثنين ما بين بتنجاني وبين ريحاني؟ راح نشوف ان شاء الله انتاجهم الايام الجاي. اول اشي انا حطيته عند الطيرة عشان يشوف. كنت عازله صار له 5-6 ايام لحاله، يعني بنام وبصحى في الجن، طيرته منزوع عنها. قلت بحطهم على بعض منه عشان الطيرة مخلفة، بس هي بتطلع في الريشتين، انا مسحبهم هي بتطلع فيهم. انا حكيت اذا لسه الطيرة ما اشتغلت راح ارجع افصلها عن الفحل وبعدين برجع بركبها. بس حطيتها على الفحل اشوفهم على بعض ونورجيكم اياهم على بعض. واذا اخذته اليوم الطيرة راح نخلي الجوز على بعض راكب ونشوف شو راح يصير معهم. هل راح يرمونا انتاج رائع او راح يرمونا انتاج مش كويس؟ بس انا على ما اعتقد انه راح يرموا انتاج رائع عشان الطيرة بعرق ما شاء الله عليها حلوة ولفحتها كويسة، والفحل صلاة النبي عليه اللي اجانا من اخونا محمد نشكره كثير طبعا.
اجانا على اساس انه الفحل هذا طيرة، سبحان الله وصل عندي صار مخلف وطلع فحل. سبحان الله كيف صار طلعت الامور. طبعا كويس انه طلع فحل، كنا بدنا نكشه بعدين حكينا بلاش خليه على الزق. طبعا هون هي زي ما انتم شايفين اللي هو الشكل الاسود المدنسر هيو موجود لحاله، طيرته هياتها فوق. طبعا شوفوا شو نزلنا طواير هون رجعناهم، اللي هي العمرية، العمرية الحلسة اللي مطبعاي السودا، هذول جوز المساويد اخذوا الجن هذا العالي بس لسه ما باضوا. طبعا كمان الزومبي هذا نزلناه من فوق، الفرخ البلجيكية اللي كنا حاطينها على الزومبي راح ارجعها احتمال كبير اليوم عشان اشوف الانتاج. في عنا فرخين ما ورجتكم اياهم، اللي هم الدباني هذا اللي فيه دقة في راسه ما شاء الله عليه، واخوه هيو اللي فيه رفعة، يعني طالع وهو صغير كانت الرفعة اكبر من هيك بس هيو رجعت خفت شوي. الهومر بتعرفوه على الطيرة هاي، وهسه ورجيناكم فراخهم. وفي عنا الزجلاي نزلناها، والفينراي الحمراء، والبندقاي السودا احتمال كبير هاليومين نشيل بس الفحل اللي يطلع الريش اللي سحبناه الشامي راح نحطهم على بعض، راح نركبهم مع بعض، راح نشوف الناتج تبعهم وان شاء الله بيشتغل الفحل باذن واحد احد. في عنا كمان اللهم صل عليك يا نبي المسوداي الحمراء نزلناها كمان، وفي القرقطية والبولندية الزرقاء، وفي الفرخ هذا انتو كلكم بتعرفوه طبعا اللي صدناه مرة، اللي هو مسود المكابي الازرق. هي صحته تحسنت، يعني بتذكروه بجوز كان ملحوق اولها بس هسه اموره تمام يعني كويس ان شاء الله. بس يخلف راح تصير اموره احسن بكتير باذن واحد احد. طبعا هيك حلقتنا اليوم ان شاء الله. الايام الجاي راح نشوف شو راح نسوي عند الزق، وشو راح نركب جواز جديدة في الاشهر الجاي عشان نطلع انتاج رائع باذن واحد احد. ان شاء الله بنقدر نطلع انتاج رائع. وهل بتنصحوني اني اغير الفحل هذا عن الطيرة هاي، احط عليه مثلا احط على الطيرة الفحل الاصفر، او نخلي الازرق هذا عليها؟ بدي تنصحوني تكتبوا لي في التعليقات ايش الافضل، هل نخلي الازرق او نرجع الاصفر الشامي اللي هو نحكي ابوها للطيرة. فبتمنى من الجميع انه ينصحني يحكي لي في التعليقات هل في حدا عمره ركب التركيبة هاي، وايش هل ممكن يرموا على بعض، هل راح يرموا بتنجانيات او رياحنا. ان شاء الله برمونا زي الابو وبشرعة الابو باذن واحد احد. وهيك يا شباب زي ما انتم شايفين، والبندقية الحمراء هياتها، زي ما انتم شايفين الدبسية الصفراء برضو على الارض. هذولا راح يضلهم فترة بس بوكلوا بيشربوا في الغرفة، راح نريحهم عشان يرموا ريش يغيروا ريش، والفحولة تغير ريشها جوا قنونها. بعدين راح نركب الجواز على بعض، نحاول ناخذ جواز حلوة وفراخ حلوة احلى من الموسم الماضي. انا حطيته عند الطيرة بس عشان اتأكد هل هي طيرة او هو فحل مش مخلف. بس هاي زي ما انتم شايفين هاي الفحل عم بهوج عليها، ان شاء الله تكمل طيرة. طبعا هيك يا شباب ان شاء الله وفيتكم في كل معلومة جديدة سويتها في غرفة الزق. بتمنى من الجميع انه يدعمنا في اللايك، واللي ما اشترك في القناة يشترك تحت في القناة ويفعل زر الجرس ليوصله كل جديد. بتمنى من الجميع انه يعلق لي ويحكي لي ايش رأيه في التركيبة الجديدة، وهل راح يرموا انتاج حلو او ما راح يرموا انتاج حلو. بتمنى من الجميع انه يكتب لي ويحكي لي شو الانتاج، اذا في حدا قبل يعني قبلي ركب هاي التركيبة
وحطهم على بعض. هو اكيد ناس كتير حطت يعني بتنجاني على ريحانية، او ريحانية او ريحاني على بتنجانية، ورموا لهم انتاج. بس هل هم رموا نفس اللون او لون ثاني؟ فبتمنى من الجميع انه يكتب لي ويحكي لي ايش راح يطلع الانتاج. وهيك يا شباب، ان شاء الله وصلنا لنهاية المقطع. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في الحلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.